الكرة ينقلها لمن؟ محاولة في وسط الملعب خاطئة تصل إلى أحمد زامل، يلعب الكرة إلى حسام مالك، ينتظر التقدم. علاء رعد موجود في المقدمة في انتظار كرة عرضية حاضرة. أحمد زامل، باتريك علي، جول مبكر يأتي لنفط البصرة عن طريق علي خليل، يفعلها بعد أن هربت من الجميع. اختارت علي خليل ليضع الكرة في الشباك، ليضع الكرة في المرمى ويعلن عن تقدم فريق نفط البصرة. فعلها علي خليل، بداية مبكرة لأبناء الجنوب. تأتي الآن من الفرسان يستطيعون أن يسجلوا الهدف الأول. هذه الكرة التي لعبت مرت من نجومبي وأحمد زامل ووصلت لمن لا يرحم، وهذا علي خليل. هي العرضية من علاء رعد اليساري، اليوم يلعب في اليمين، ينقل كرة هربت من الجميع، اختارت من تريد واختارت علي خليل. هذه الكرة سددها رائعة في المرمى. لحظات لبوبكر ولكن يتفوق صباح عواد، ظهير ممتاز صباح عواد بالخبرة، لاعب السابق للصناعات والديوانية ونفط الوسط، الآن يتفوق في هذه الكرة وينجح في استخلاصها. أحمد زامل على الجانب، الكرة تلعب الآن على رعد، لاعب ظهير يلعب على الجهة اليمنى واليسرى، الآن يتواجد في الجهة اليمنى، هو في الأساس ظهير يسار. هنا محاولة تنقل إلى الأمام، وهنا علي خليل. الله، لا يا علي مهدي، لا يا علي مهدي، على طبق من ذهب قدمت لعلي خليل. سوء الفهم ما بين حارس المرمى والمدافع يجعل علي خليل أسعد من يكون في أرضية الملعب. نعم، علي خليل هو الأسعد بهذه الثنائية. مبكرا حسمت المواجهة للبصريين في شوط أول. يتقدم هذا الذي ضاع بصمته في زاخو في الموسم الماضي، الآن يتواجد مع نفط البصرة وفعل كل شيء حتى يحقق الانتصار. هذه كرة طويلة لعبت ممتازة، نجوم بيرسلها علي مهدي، أراد أن يصل بها إلى محمد صالح لكن الإرادة لم تأتي كما أرادها هذا المدافع. هنا الرأسية وصلت، وهنا علي خليل على طبق من ذهب تلقاها، وكأن هذه الرأسية لمهاجم لنفط البصرة. وفي هذا التدخل ضاعت هنا من بين كفي حارس المرمى، ووصلت إلى علي خليل الذي أسكنها الشباك. وهدف ثاني لنفط البصرة. منصوري من تقليص الفارق، وبالتالي هنا يعيد فريقه إلى المواجهة من ركلة جزاء. نعم، تحصل عليها زاخو، فعلها المنصوري، وضعها في الجهة العليا لحارس المرمى على يمينه، وتمكن من إعادة الفريق. حسام وشفان، هنا كرة تلعب إلى الأمام، نقلة في دفاعات نفط البصرة. الآن محاصرة من جانب هجوم زاخو. صادق زامل، كرة تلعب على الجهة اليمنى. حسام مالك، عملية المرور الآن، نقل الكرة ممتازة من جانب علاء رعد إلى أحمد زامل في انتظار هدف ثالث. نعم، لا يأمنون على نتيجة المباراة. الله، الكاميروني باتريك نجومبي ينجح في تسجيل الهدف الثالث، هو لتأكيد التقدم، هو لتأكيد الانتصار. روديلف باتريك نجومبي ينجح الكاميروني في تسجيل الهدف الثالث. العرضية رائعة من حسام مالك، هذا القائد، هذا الممرر، هذا الدينامو. وهنا الرأسية، أخذ وضع المتفرج محمد صالح. لاحظوا الكرة عالية، رأسية. الله، هدف ثالث يأتي الآن لمصلحة أبناء الجنوب، لفرسان الجنوب. حقيقة طريقة الاستلام من الغنيمي غريبة. محاولة من المنصوري، محمد أو فرحان شكور في كرة. محمد الباقر يلعب كرة عالية تصطاد بأحمد سامل. المنصوري يحافظ عليها، يدور، يبحث عن منفذ، يسدد في هذا المكان. وهنا الكرة سريعة تصل الآن إلى حيدر أحمد. زاخو مبكرا، هذه كرة الغنيمي من أجل إعادة الفريق. أوه،
من زاوية صعبة ينجح الليبي في إعادة زاخو إلى المواجهة، ومحمد الغنيمي ينجح في التسجيل في هذه اللحظات ويسجل هدف تقليص الفارق. أصبح الفارق هدف ومن زاوية صعبة. هكذا هو دور المحترف، هكذا هو توظيف المدرب. ومحمد عمر الغنيمي المحترف الليبي في صفوف زاخو. هنا التمريرة من فرحان من زاوية صعبة، والقائم يساند الضيوف على حساب أصحاب الأرض. وهذه كرة صعبة 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 على حيدر جمال، وهذه الحسرة التي كانت على محمد صالح